مرحبا صبايا، كيفكن؟ اخباركم؟ ان شاء الله كلياتكم مناح. اليوم راح نعمل مع بعضنا كباب بالفروج. يعني انه كباب على طريقة السجق. بتعرفوا كتير سهلة، بس هي بدها عبارة عن توابل يلي راح نستعمل لها اياهم. اهم اشي هو الكزبرة والثوم. اهم شيء هدول لازم تكون طعمتهم ظاهرة. شايفين كيف انا مكترة كمية الكزبرة اكتر شيء. بعدين عنا البهار الابيض، فلفلة ناعمة، كمون كمان كتير لازم تكون طعمته ظاهرة، وملح، وسبع بهارات، وفلفل اسود، وشوي صغيرة دبس فلفلة. خلونا نشوف مع بعض طريقة التحضير. كتير طريقة سهلة وبسيطة، وساندويش بياخد العقل لحاله. هلا اول شي بننزل الثوم المهروس على كبابة الفروج، وبنحط لها كزبرة. قلتلكن لازم تكون ظاهرة، هي يلي بتعطينا طعمة السجق. اكيد كلياتنا بنتذكر سجق ابو هاجوب في التلع، بتتذكروا ايام سوريا. الله يا ربي رجعنا لبلادنا، ونكون هيك نرجع ناكل هالاكلات الطيبة. ملح ما كتير راح اكتر، لانه هي اكيد فيها ملح، والدبس فليفلة راح يكون فيها ملح. حطينا كل البهارات مع الثوم، وهلا بدنا نعجنها. يعني قلت لكم انا اهم شيء الكزبره والثوم يلي هي والكمون يلي هي راح تعطينا طعمه السجق الحلبي الاصلي. هلا صبايا، بعد ما حطينا التوابل مع الثوم، هلا عجناهم مع بعضهم وراح نمدهم بالمقلاية. اكيد انا اخذت نص الكمية لانه المقلاية عندي حجمها ما كتير كبير. راح اخذ نص الكمية وعاملها عن دفعتين مشان تستوي، وبيكون الوقت اقصر. انتو كيف ما بدكم، تريدوا تعملوها اقراص، تريدوا كيف الشكل اللي انتو اللي بتحبوه بتفضلوا. هلا انا هذا بشوفه انه اسهل الشيء، وبعدين بقطعها على كيفي كيف انا بدي القطعة تكون. يعني ما ابي اسهل من هيك وصفة وسريعة، وبالذات للستات الموظفين يلي بيكونوا جايين ومحتارين شو راح ياكلوا، شو راح يطعموا اولادهم، واكلة اقتصادية وطيبة. مشان قطعناها مشان تستوي ويصير علينا سهل تقليبها. هلا فينا كمان بهاي الطريقة، قلتلكم كل واحد حسب رغبته كيف بيحب يكون. ما رح نحط ابدا شي لا زيت ولا سمنة ولا اي شي بالمقلاي، لانه هي يعني طبعا الكباب الفروج عم بيجي معه دهنة منه فيه. يعني قبل ما تستوي ريحتها بتاخد العقل من الثوم والبهارات. ما تنعمل معك سياخ؟ ما تنعمل ممكن تلعب بعد السندويشة. اوكي، هات سيخين. لا قصدي هدول هيك تمديهم على شكل تنطويلي. لا. هيك قطعتين تنطويليات نحطوا جنب هذوليك مشان بعد السندويشة. هلا قلت لكم انا حسب كل واحد الشكل اللي بيحبه اللي برتاح يعمله فيه يعمله، بس طبعا الطعم واحد. هلا حطيناهم بالمقلي وراح نحطهم على نار
ما كتير سخنة ولا كتير انه تكون قليلة، نار متوسطة، ومنقلبهم ومنشوف. صحتين وهنا على قلبي ألفكم سلطة. يا سلام. يا سلام، يعني منظر وريحة بتاخد العين. هلا صار فينا نقدم الكباب الفروج بطعم السجق على طريقة الحلبية والبهارات الحلبية بطريقة كتير اقتصادية وبسيطة. صحتين وهنا على قلبي وقلبكم. يا سلام. يا سلام، يعني ريحته بتاخد العقل ومنظره اكتر واكتر. يعني دايما العين راح تاكل قبل التم. صحتين وهنا على قلبي وقلبكم.